كم مرة كنا بناكل آيس كريم أو بنشرب حاجة ساقعة جدا وحصل لنا شعور غريب في الدماغ وإحساس بإن مخنا بيتجمد. لو حصل لك الشعور ده قبل كده فده طبيعي جدا وبيحصل تقريبا لكل الناس، بس اتفرج على الفيديو ده علشان تعرف إيه أسباب حدوث الشعور ده وإزاي تقدر تتجنبه أو تتخلص منه. صداع الآيس كريم أو تجميد الدماغ هو صداع مفاجئ مدته قصيرة بيحصل بسبب أكل وشرب شيء بارد جدا زي مثلا التلج أو الآيس كريم أو مشروبات باردة، وبيسمى برين فريز بسبب الإحساس اللي بيسببه في الدماغ. وسبب حدوث صداع الآيس كريم هو تحريك مواد باردة جدا على سطح الفم ومؤخرة الحلق، وده اللي بيحصل لما بناكل آيس كريم أو نشرب حاجة باردة جدا بسرعة. يرجح العلماء سبب حدوث صداع الآيس كريم لأن الطعام والشراب البارد جدا قد يغيران تدفق الدم باتجاه الدماغ، وده بيسبب صداع لفترة قصيرة جدا. وفي أبحاث ترجح إن الألم بيرجع من الفم للراس من خلال العصب مثلث التوائم، واللي بيبعت معلومات حسية من الوجه والفم للدماغ. وفي نظرية تانية بترجح سبب حدوث الألم والصداع ده لزيادة تدفق الدم للدماغ عن طريق الشريان المخي الأمامي، وبيعتقد ان الزيادة في حجم الدم بسبب زيادة حجم هذا الشريان هي سبب حدوث هذا الألم اللي بيصاحب صداع الآيس كريم. في وقت حدوثه أضراره الوحيدة هي الألم المصاحب له، وعند زوال الألم بيتوقف وليس له أضرار أخرى حتى على المدى البعيد. طريقة الوقاية المعروفة إلى الآن هي تناول الأطعمة والمشروبات الباردة جدا ببطء لمنع حدوث ألم صداع الآيس كريم، ونادرا ما يحتاج ألم تجميد الدماغ للعلاج، لأن الألم يختفي بعد ابتلاع الطعام والشراب بسرعة، ويمكن تسريع عملية اختفاء الألم بشرب شيء دافي أو تدفئة المنطقة الخلفية من الفم بواسطة تدليكها باللسان. قول لنا في الكومنتات ايه أكتر معلومة عجبتك في الفيديو، وما تنساش تدعم القناة بلايك وسبسكرايب.